الجريمة ديالنا ديال اليوم ديال أخطر قاتل متسلسل في التاريخ. القاتل اللي ما جا يكمل 18 سنة حتى وصل عدد الجرائم ديالو ل10 الجرائم، وملي وصل ل21 سنة كان ارتكب 70 جريمة وتحكم ب400 سنة، بل أكثر من هادشي كامل. ملي غادي نتعرفو داكشي اللي دار في الأب ديالو غادي نتصدمو. فشكون هو هاد القاتل واشنو الدوافع اللي خلاتو يرتكب هاد الجرائم كاملين؟ كملوا معايا لا فيديو حتى الاخير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا لا فيديو ديال نهار اليوم. ونبداو على بركة الله القصة ديالنا ديال اليوم، وغنحطوا الرحال في البرازيل وغنمشيو عند أخطر قاتل متسلسل في التاريخ. المهم أخطر قاتل، ألطف قاتل، قولوا اللي عجبكم، لأن كاين واحد الفئة كيعتبروه بأنه أخطر قاتل في التاريخ، بينما فئة أخرى فراه كيعتبروه ألطف قاتل في التاريخ. كل واحد كيشوفه من منظوره الخاص، ولكن أنا غدا نقول لكم غنمشيو عند أخطر قاتل متسلسل في التاريخ، واللي كان الاسم ديالو بيدرو رودريغيز فيلهو. تزاد في البرازيل سنة 1954 شهر 7 في 17، وبالضبط بواحد المزرعة بمنطقة سانتا ريتا دو سابوكاي. تزاد وكبر وسط واحد العائلة اللي متفككة غير مستقرة، واحد العائلة اللي كيغلب عليها طابع العنف، وهادشي اللي كنلاحظوه دائما في القتلة المتسلسلين، بحيث كنلقاوهم كيعانيو منذ نعومة أظافرهم، كنلقاوهم كيعانيو من واحد الطفولة اللي كدوز عندهم صعيبة، زائد واحد الظروف اللي يرثى لها. وهادشي فعلا اللي كينطابق على القاتل ديالنا بيدرو، بحيث أنه تعرض للعنف وهو مازال في البطن ديال الأم ديالو، يعني مازال الأم ديالو حاملة به وهو كيتعرض للعنف. كيفاش؟ يعني الأب ديالو كان عنيف وكان كيضرب الأم ديالو دائما، وحتى أنها هي حاملة ما قالهاش، وكان دائما كيضربها وخا حاملة. فجا واحد النهار وبقى كيضرب فيها وبقى كيركن ليها في كرشها، بحيث انها واحد ضربات الجمجمه ديال بيدرو وهو في كرش الام ديالو، وملي تزاد بواحد الجمجمه اللي مشوهه. وبما انه تزاد من اب مسيء للزوجه ديالو، فراه غير بدا كيكبر بيدرو، بدا كيعنفو حتى هو، غير بدا كيتمشى، بدا كياكل العصا، الشيء اللي خلى بيدرو كبر طفل عصبي وعنيف الطباع. غنخليو هادشي كامل ونمشيو ملي وصل بيدرو ل10 سنين. واحد النهار تناقش هو ابن العم ديالو، هذاك ابن العم ديالو صرفقوا هاد التصرف اللي خلى بيدرو خلاه يتور وحاول يقتل ولد عمه، ولكن الحمد لله ان الضربات ديالو ما كانوش غائرة، الشيء اللي خلى ولد عمه ينجى من الموت. وطبعا بما انهم عائلة فراه ما وصلوش للمخزن. واحد النهار الاب ديال بيدرو بغى يبدل الخدمة، كان كيخدم مزارع وبغى يمشي يقلب على محسن، فمشى خدم حارس ديال واحد المدرسة، ماشي حارس عام، حارس يعني عساس ديال واحد المدرسة. وهو في عز الفرحة ديالو ويلا غادي يبدا يربي الريش كيف كنقولوا، اتهموه بالسرقة في هذيك المدرسة، بحيث قالوا بأنه كيسرق الأكل من المطعم. فجراو عليه، ملي جراو عليه جا الأب ديال بيدرو لدارو وقسم بأنه ما سرقش وبأنه ما مس حتى شي حاجة، قسم قدام الابن ديالو بيدرو وقدام الزوجة ديالو. فهنا بيدرو اشنو غادي يدير؟ هنا تعصب بيدرو وناض هز واحد البندقية واتجه نحو نائب عمدة المقاطعة، فاطلق عليه الرصاص وطيحه جثة هامدة. من بعد مشى مباشرة لعند الصديق ديال الأب ديالو. الأب ديالو كان هو واحد آخر كيخدموا بجوج حساسين، فهنا مشى بيدرو مباشرة لعند هذاك الصديق اللي كيخدم مع الأب ديالو وفرغ فيه ما تبقى من البندقية، قتلو حتى هو، لأنه كان كيعتقد أن هذاك الصديق ديال الأب ديالو هو اللي كان كيشفر الأكل ولصقها في بوه. هادشي كامل اللي دار بالنسبة ليه راه غير كينتقم من هادوك اللي ظلموا ليه الأب ديالو، راه ما دار حتى شي حاجة، وهادشي كامل دارو وهو عنده 14 سنة. المهم من بعد ما عرف فضاحة الجريمة اللي دار فهرب
وخوى المنطقة اللي كان ساكن فيها، واتجه لمدينة ساو باولو. تما لقى اللي بغى كيف ما كنقولوا، ولكن هو اتجه مباشرة للسرقة، بحيث كان كيجريس الناس في الشارع، بزز منهم كيحطوا ليه الفلوس، وكتر من هادشي كامل كان كيدخل حتى للديور وكيشفرهم، يعني اتجه مباشرة للسرقة. من بعد تخلط مع المجرمين وتعرف عليهم وتعرف على تجار المخدرات ولا كيخدم معاهم. وملي وصل بيدرو 16 سنة، هنا قتل واحد التاجر ديال المخدرات، غير تناقش هو وياه فصفاها ليه في البلاصة. وهنا راح حس براسو دار انجاز، لانه هنا المجتمع من واحد تاجر ديال المخدرات، او كيف كيقول هو تاجر سوق، يعني قدم خدمة للمجتمع، وكيقول بانه حقق العدالة، مع انه حتى هو كيبيع المخدرات، ولكن هو كيقول بما انه كيقتل تجار المخدرات فراه كيهني منهم المجتمع وكيحقق العدالة. اين هي العدالة؟ الله اعلم. من بعد هرب لواحد المنطقة اخرى، وهنا فين غادي يتلاقى مع واحد البنت اللي كان الاسم ديالها ماريا اوليمبيا. هاد البنت اللي حس معاها بواحد النوع من الامان اللي ملقاش من نهار تزاد، ولكن للاسف داكشي اللي دار بيدرو كامل من قبل غادا تخلصوا هاد البنت، وغيوصلوا لها ايادي الانتقام، وغادي يقتلوها بواحد الطريقة اللي وحشية، هي والجنين اللي كان في البطن ديالها. يعني ماريا كانت هذيك الساعة حاملة في 6 أو 7 الأشهر، فقتلوها هي والجنين ديالها. هنا بيدرو راه جا الجنون ديالو ملي عرف بأن ماريا تقتلات هي والجنين ديالو. فأشنو بدا كيدير؟ بدا كيفكر في أي واحد كان بينو وبينو شي حساب، أي واحد كان وقع بينو وبينو شي نزاع، أي واحد وقع بينو وبينو شي سوء تفاهم، أي واحد طاح في بالو بيناتهم شي حساب، فراه كيمشي يصفي عليه مباشرة. تصوروا معايا، انت ما عليك ما بيك، غير كان وقع بينك وبينه شي سوء تفاهم كيجي يقتلك، وقالك ألطف قاتل في التاريخ. المهم راه كاع أفراد العصابات اللي شك فيهم مشى صفاها ليهم، وعلى حسب القول ديالو قال أنه كان كيحس بأنه الجلاد اللي كيحقق العدالة. المهم غندوزو لواحد النهار اللي جات عنده واحد البنت صديقة هذاك اللي قتل ليه ماريا، وقالت لي بأن فلان هو اللي قتل لك ماريا، قالت ليه الا بغيتي تمشي تنتقم منه. وطبعا هي رجعت قالت ليه لانها كانت تخاصمت مع الصديق ديالها، فبلا غير بيضرب في الحساب، قالت راه غادي يمشي ينتقم منه وينتقم ليها حتى هي، غادي يضرب لها عصفورين بحجرة واحدة. فغير قالتها ليه ناض بيدرو، ولكن هاد المرة راه ما تسرعش ومشى ليه مباشرة. هاد المرة راه دار واحد العصابة ديالو بوحديته، مبقاش مع العصابات، هاد المرة كون عصابة ديالو هو بوحديته، وبقى كيترقب هذيك العصابة اللي قتلات ليه ماريا. حتى لواحد النهار، واحد النهار كانوا في قاعة الأفراح، كان عندهم العرس، فوجد العدة ديالو واتجه نحو قاعة الأفراح. هنا غير تم غادي داخل قاعة الأفراح، جات عينه في عين هذاك اللي قتل ليه ماريا، فجبد البندقية وفرغ فيه كاملة. وما كفاش هادشي، قتل 8 الرجال كانوا مع هذاك السيد اللي قتل ليه ماريا، زائد تقاسوا 16 واحد آخر. يعني هذاك النهار خرجوا 8 الجثث من هذه قاعة الأفراح، و16 واحد اللي مجروح. وفي ذروة هاد الجرائم والانتقامات اللي مخربقين ليه راسو، وصلوا الخبار ديال أن الأب ديالو قتل ليه الأم ديالو بسكين حاد، وبأن الأب ديالو حاليا في السجن. هنا بيدرو تصدم، مرض، اكتئب. في الأول قتلوا ليه ماريا والجنين ديالو، ودابا الأم ديالو. فأشنو دار؟ قرر أنه يمشي يزور الأب ديالو في السجن. وفعلا مشى. ملي مشى عند الأب ديالو قال له أشنو درتي؟ فقال ليه الأب ديالو اللي وقع وقع، ما عندي ما ندير دابا. الأب ديالو كان كيتسنى المصير ديالو بطبيعة الحال، فجبد بيدرو واحد السكين وطعن الأب ديالو 22 طعنة، وهادشي كامل قدام المساجين وقدام الحراس. 22 طعنة اللي ضربو، ومن بعد مزق ليه الجسد ديالو وجبد ليه القلب ديالو وعضو. على حسب القول ديالو بغى ياكلو، ولكن لقاه قاصح، فبصقو وخرج عند البوليس وما ينطوه ودخلوه للحبس. هنا واخيرا بيدرو تشد وهو في العمر ديالو 21 سنة. ونهار المحكمة ملي كانوا جايبين بيدرو من المحكمة للحبس، كان معاه واحد المغتصب كان راكب معاه، وحتى هو ناقلينه للحبس. هادشي كامل راه كان عارفو بيدرو من المحكمة، يعني راه جايب لي معلومات على داك السيد اللي راكب معاه بان هذاك راه واحد المغتصب. فما جاو فين يوصلوهم للحبس
حتى لقاو بيدرو صفاها ليه. ملي حلو عليهم لقاو غير بيدرو والجثة ديال هذاك المغتصب. ملي سولوه علاش قتلتيه قال انه كيكره المغتصبين، كيكره تجار البشر، وبانه بهذه الطريقة كيحمي النساء وكيحمي الاطفال وكيحمي المجتمع من الاشرار، وبهذه الطريقة كيعتبر راسو كيحقق العدالة وكيحمي النساء والاطفال وكيخلصهم من الاشرار. وفي هذه النقطة بالضبط علاش كيقولوا عليه ألطف قاتل في التاريخ، لأنه كيقتل القتالة اللي قتلوا الأبرياء أو اللي تعدوا على الأبرياء. المهم من الآخر هو راه داير راسو هو القانون، هو القاضي، هو المحامي، هو الشرطي. بقى ليه غير شوية ويقول لينا أنا الذي أحيي وأنا الذي أميت. ملي دخلوه للسجن تحكم ب128 عام على جميع الجرائم اللي دوز الأولين، وقالوا ليه بأنه غادي يديروه في زنزانة منفردة باش ما يوصلوش لأفراد العصابات وينتقموا منه، لأن بيدرو كان مزبلها مع كل شيء، كانوا عنده الأعداء كتار. فهكا قالوا ليه غادي تبقى في الزنزانة بوحدك باش ما يوصلوش لك. ولكن بيدرو حلف ما يبقى فيها وقال لهم بأنه غادي يتسجن مع المساجين. وفعلا دخل السجن عادي مع المساجين، وهو دخل السجن راه بحال داخل القيصرية. البيدرو دخل فرحان لأنه تما غادي يلقى القتالة، غادي يلقى تجار المخدرات، غادي يلقى تجار البشر، غادي يلقى المغتصبين. وهنا غنخليكم نتوما تخيلوا اشنو غادي يوقع تما. وملي دخل الحبس بدا حملة جديدة وهي يقتل المجرمين اللي داخل الحبس، وعلى حسب القول ديالو انه كان كيختار القتلة ديالو، يعني خاصو يكون يا اما تاجر مخدرات او مغتصب او قتال او تاجر البشر. وكان يا اما كيطعنهم بسكين او لا كيقطعهم بشفرة حادة، يعني حتى كينوضوا مع الصباح كيلقاو واحد او جوج او ثلاثة ميتين. شكون اللي دارها؟ راه بيدرو هو اللي دارها. وكيقول بانه كان كيحس بالفرحة والاثارة ملي كيقتلهم، لانه كيدير غير الخير وكيخلص العالم من الشر. واحد النهار اتفقوا على بيدرو 5 الاشخاص داخل الحبس، اتفقوا باش يدوروه ويصفيوها ليه. صدق هو اللي مدورهم ب5، قتل منهم 3 وجو صيفطهم في حالة خطيرة. كيفاش دار ليهم الله اعلم. مرة اخرى كانت عنده زيارة من واحد السيدة اللي تعرف عليها وهو داخل الحبس، وحتى هي راه كانت داخلة للحبس. كانت جات عنده زيارة، وملي جات عنده لاحظ ان واحد الشخص في كل مرة كتجي عنده هذيك السيدة كيبقى يدور حداه وكيبقى يتجسس عليه. فناض بيدرو وصفاها ليه حيت كيتجسس عليه طبعا. المهم ملي دخل بيدرو للسجن سنة 1953 ولمدة 30 سنة اللي دوز في السجن، وصل عدد ضحاياه ل47 واحد. وطبعا فراه كل ما تزاد عدد الضحايا كيتزادوا السنوات ديال الحكم، فكانوا حكموا عليه ب280 سنة إضافية. ومن بعد وصل الحكم ديالو 400 سنة ديال الحبس، يعني ما دوزهاش كاملة، دوز غير 30 سنة وخرج. علاش؟ لأن القانون البرازيلي كيقول أن عدد السنوات الفعلية في السجن هو 30 سنة، يعني تكون محكوم ب100 سنة، تكون محكوم ب1000 سنة، كتضرب 30 سنة في السجن وكتخرج. السنوات اللي خاصك تضرب 30 ومن بعد كتخوي السجن. وفي 2007 كيقولوا بأنه خرج من السجن وبأنه لحد الآن حي يرزق. وهنا سالت القضية ديالنا. اللي بقى معايا حتى الاخر ديال لا فيديو كنقول ليه شكرا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بطبيعة الحال الى عجبه المحتوى. وبسلامة.